السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد معلومة صغيرة. ما شاء الله. واحد معلومة صغيرة. هذا البطاطا بيسموها جيلي. هذا بطاطا هولندية كيكبر صدقا، كيكبر يعني كيكبر بمعنى الكلمة. يعني ممكن حجم تبعه بيوصل مثل هذا هكذا. هذا القياس بيوصل أكبر، ما زال ممكن يكون هكذا أكبر. مهم خلاصة الكلام، احنا لسه شهر 3، دخلنا شهر 3، بداية شهر 3. فاشتريته هذا اشتريته تقريبا 100 واحد اشتريته، ما شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الجنية تبعه اللي هو فيها. سألته في المحل أعطوني هذا الجنية. عندك واحد صندوق مثل هذا صندوق، هذا الصندوق البلاستيك أو الخشب، هو خشب أحسن شيء ولكن ما بيدور. هذا بنزرعوها شهر 5 آخر شهر 4، ولكن إلى ما اشتريناش هذا راح ما يجيش لحد السنة اللي جاية، فترة معينة بيجي، لذلك نشتريها بكير. وما شاء الله هنا عنا في أوروبا بارد، مطر ما شاء الله، اليوم مطر جدا حلو، فالأرض لسه بنشتغل فيها، يعني مش وقت زرع. في أوروبيين بيزرعوها، ولكن توقعات موجودة بأنه ممكن يكون الثلج ينزل، أو البرودية أو المطر كتير. يعني التوقعات في أوروبا دائما موجودة، لذا ممكن أنا سأزرعه، ولكن لسه بكير جدا. لذا 4-5 أسابيع نستنى ومن بعدين نزرع. 4-5 أسابيع هذا ممكن يخرب البطاطا هذا، إلى مثلا مكانه سخون حار، وبيخرج منه هذاك الخضورية من هنا. فشفت تقريبا بيبلش يريد يخرج. فلذا حطيكم هذا المعلومة بإذن الرحمن. أحسن شيء هذا الخنيشة أو الجنية، مشهورة هذا طبعا. بتفرشوا صندوق كبير فيها 100 واحد، هذا فيها 100 واحد، 100 بطاطا مثل هذا، 100 تقريبا، ما بعرف 2 كيلو شوية حصل. والله 7 يورو و4 سنت دفعناه، 2 يورو 75 الكيلو. فإذا 2 كيلو 560 غرام طلع. هذا 100 واحد فيها. حفرشوا يكون بعيدين على البعض، بمعنى هكذاك، يكونش فوق البعض، اسمحوا لي، هكذاك يكون بعيدين على بعض مثل هذا، ما يكون كل واحد فوق بعض، ما في مش مسموح هكذا. لذا هذا الصندوق الكبير، ممكن صندوق صغير ولكن صندوق كبير، ونحطه هنا الفوق، فوق مكان يكون فيها تهوية ويكون بارد، احتفظ بها إن شاء الله الرحمن الرحيم، ما يكون إلا الخير. فحبيت هذا المعلومة نوزعه بإذن الرحمن، حتى لو معلومة صغيرة، ممكن واحد بحالي أنا ما بيعرف، أنا كمان ما كنتش بعرف، بتعلم. فاللي تعلمت حنشرها بإذن الرحمن، الناس بيستفاد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم بالخير إن شاء الله. جزاكم الله خير للمشاهدة ولوقتكم الغالي. الله يحفظ الجميع، والله يرزقنا، والله يا ربي هذا المطر يكون سقيا خيرا على المسلمين وعلى البشر أجمعين. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم، حتى معلومة جديدة.